العالم كله بدأ يتحرك بعد نشر ملفات ابستين، ودلوقتي بقى في دول كاملة بتفتح تحقيقات رسمية. خلينا اشرح لك الكلام على ايه. اوروبا اتحركت على طول، وليتوانيا بقت اول دولة تفتح تحقيق رسمي في جرائم اتجار بالبشر. وفي نفس اللحظة رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك الفرقة عشان يدور ورا علاقة ابستين بالمخابرات الروسية. الراجل قالها بصراحة، ابستين كان بيجمع معلومات ضد ناس مهمة جدا في الغرب، وده معناه ان في قادة لسه في الحكم النهاردة ممسوك عليهم بلاوي. وبريطانيا اتحركت هي كمان، والشرطة فتحت تحقيق جنائي مع اللورد ماندلسون بعد ما ظهرت مستندات بتقول انه سلم معلومات حكوميه حساسه لابستين، وكمان استلم منه $75,000 على 3 دفعات. والنتيجه كانت سريعه، الراجل اضطر يقدم استقالته من حزب العمال ومن مجلس اللوردات. ده غير ان في تحقيقات جديده اتفتحت ضد الامير اندرو من تاني، والراجل اضطر يسيب مقر اقامته الرسمي. وفي كلام على ان مراته هربت من البلد هي كمان. وفي سلوفاكيا مستشار الامن القومي قدم استقالته بعد ما الملفات كشفت رسائل نصيه ما بينه وما بين ابستين بيقول له فيها انه هياخد البنات. وابستين رد عليه بجمله مرعبه، قال له ممكن تاخدهم هما الاثنين، انا مش غيور. وعلى فكره الاثنين اخوات. وفي امريكا بيل وهيلاري كلينتون قالوا اخيرا انهم هيطلعوا يتكلموا على علاقتهم بابستين بعد شهور من الرفض، ولو عملوا كده فدي هتبقى سابقه، وهيبقى في ناس تانية مضطره تعترف هي كمان. على الناحيه التانية حتى الرياضه دخلت على الخط. NFL اعلنت انها بتراجع ايميلات تخص واحد من ملاك نيويورك جاينتس بعد ما ظهر ادله ان ابستين كان بيجيب له بنات هو كمان. السؤال بقى، تفتكر امريكا فعلا افرجت عن ملفات ابستين عشان الحقيقه تطلع، ولا في خطه اكبر واحنا مش واخدين بالنا منها؟